السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. ايه رأيكم في الأكلة اللي تفتح النفس دي؟ بجد شكلها بيتكلم عن نفسها. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم السمك المشوي، وكمان الدقة الخطيرة جدا دي بتاعته دي. بجد تتاكل لوحدها كده من غير سمك. بجد طعمها جميل جدا. بس اهم حاجة تابعوا معايا الفيديو للآخر، وشوفوا انا عملت السمك المشوي ازاي، والدقة كمان الجامدة جدا دي. يلا يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هبتدي بيها هعمل الدقه الخطيره اللي انتوا شايفينها دي. معايا هنا طماطم، ومعايا فلفل حراق. دي براحتك، حابه تحطي فلفل بارد تحطي، بس دي بتبقى جميله جدا بتفتح النفس وانتي بتاكلي. ومعايا هنا ليمون وتوم وكمون وبابريكا او فلفل احمر وملح. هي دي بس مكونات الدقه بتاعتي. بدأت كده دقيت التوم في الهون. طبعا انا بعملها بالطريقة التقليدية كده، عندك كبة بتعمليها فيها، بس انا بصراحة بحب طعمها اكتر في الهون، بيديها طعم كده مختلف. انا الاول دقيت التوم الاول، وبعدين قطعت الفلفل كده زي ما انتم شايفين، وببدأ ادقه برضو في الهون كده حبايبي زي ما انتم شايفين. بعد ما اخلص وادق الفلفل وانعمه كويس جدا، ببدأ انزل بالطماطم برضو بقطعها كده علشان تبقى سهلة معايا وانا بدقها في الهون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده حبايبي ديت بقى توابل السمك، موجودة في أي هايبر، موجودة في أي سوبر ماركت. بتقولوا لي أنا عايزة توابل سمك، بتبقى برضو فيها كزبرة وفيها كمون وفيها ملح، يعني فيها توابل سمك بتبقى طعمها حلو جدا. بتحطي معلقة منها كده على الدقة بتاعتك، مع طبعا الملح والبابريكا والكمون، ولو عندك كزبرة برضو بتحطي معلقة كزبرة. ببدأ أدقها جدا كده لغاية ما تنعم معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما انا قلت لكم، اللي عندها كبة بتعملها في الكبة عادي، تبقى حلوة جدا برضو. كده بقى الدقة بتاعتي بعد ما خلصتها، طبعا عصرت عليها الثلاث ليمونات، وحطيت عليها كمان شوية مية، وظبطت الحدق بتاعها علشان تبقى 100% كده. كده حبايبي بعد ما خلصنا الدقة هنبدأ نشوي السمك بتاعنا. طبعا انا غاسلة الخياشيم كويس جدا ومنضفاها. عايزة تفتحي السمك بتاعك وتنضفيه، افتحيه ونضفيه، بس انا بصراحة ما بفتحوش عشان بيبقى جواه كده سمين كده ومدهن كده، بيبقى جميل جدا، مبحبش افتحه. لما بحس ان هو مش نضيف من جوه بفتحه وبنضفه وبحشيه من جوه بالدقة بتاعتي دي برضو. كده بنتبل السمكية بالردة كويس جدا، وببدأ احطها على الشواية. طبعا انا مولعة النار على الشواية قبل ما اتبل السمكية كده بالردة بتاعتي. بغلفها كويس كده جدا كده. ده طبعا طبار، وده سمك بلطي. بلفه كويس جدا كده بالردة بتاعتي، بغلفه كله. لازم السمكية كلها تبقى متغلفة كويس كده حبايبي. طبعا لما يستوي على الجنب ده هبدأ اقلبه على الجنب التاني كده زي ما انتم شايفين. قلبت دول كده بدأوا ياخدوا كده، بدأوا ينشفوا من الجنب ده، قلبتهم على الجنب التاني. كده بقى بعد ما خلصت كمية السمك بتاعتي، ايه رأيكم؟ بجد جميلة جدا جدا جدا، وكان الطعم جميل. طبعا جبنا بقى بصل اخضر وجرجير، وكانت اكلة تحفة. ان شاء الله تجربوا السمك ده السمك المشوي، وتجربوا الدقة دي بطريقتي، بجد هتعجبكم جدا. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم.